دلوقتي لما بداية الموسم وصفقات جديدة في كل الأندية، هنتفرج على دوري ممتع، هنتفرج على دوري قوي. بس القصة مش في الدوري، القصة في اتحاد الكورة. اتحاد الكورة اللي المفروض بقى يحط مواعيد لبداية الموسم. الدوري هيبتدي كذا، الكاس هيبتدي كذا، السوبر المصري هيبتدي كذا، هيخلص في ميعاد معين. زي الدوريات اللي بره كلها، مش تبقى الدوريات كلها خلصانة والناس كلها بتصيف، واحنا اللي لسه قاعدين بنبتدي نخلص الموسم ازاي. قاعدين بنفكر الدوري عندنا يبقى 20 ولا الدوري عندنا 18 ولا الدوري هيروح لفين، مش عارفين. عايزين نبتدي صح، عايزين بداية قوية. كلنا شفنا النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وشفنا الناس كلها بتتكلم عن الدوري المصري ازاي بسبب النادي الاهلي. يبقى احنا عايزين نشتغل على ده، يبقى احنا عايزين نفكر صح، يبقى احنا عايزين في بدايه الموسم اللي يغلط يتحاسب. ان كان اهلي ولا زمالك ولا بيراميدز، يبقى ان كان صغير ولا كبير عايزين نبتدي صح، عايزين نتفوق على الناس اللي بره دي. يعني ما ينفعش نبقى احنا اللي بادين الكوره، ودلوقتي السعوديه عندها الدوري اقوى مننا 20 مره. عايزين نشتغل صح، فككم من المصالح الشخصيه. الكراسي الموسيقيه اللي انتوا تقعدوا عليها 50 سنه و20 سنه بقى انسوها. احنا عايزين نشتغل، عايزين يبقى في حاجه بجد. يا رب تبقى بدايه الموسم بدايه قويه لكل الفرق، وكل الجماهير الكره المصريه تبقى عاشقه للدوري المصري، تتفرج على دوري قوي، تتفرج على منافسه قويه.